السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده اللي قدامكم دوت سفنج كثافة 48 مش 45. دي شركة لسه عاملة السفنج ده جديد، هي بقى لها فترة في السوق، لكن الصبة ديت لسه جديدة اللي هي كثافة 48. طبعا ديت نازلة كتجربة ليهم هم، وانا رشحتها ونزلت منها شغل لان هي زي الكثافة 45 اللي انا كنت بشتغل بيها اللي هي بتاعة صناعات فوم، تعتبر زيها بالظبط، مع انهم هم هنا محاسبيني على كثافه 48، لكن انا بالنسبه لي اللي دي زيها زي كثافه 45 بتاعه صناعات فوم. الشركه اسمها ايه؟ اسمها الدلتا. الختم بتاعها بيبقى مكتوب نايل زي ما انتم شايفين كده، نايل فوم. في بعض شركات بيبقوا كاتبين مثلا فومكو، ليها اسم تاني اللي هو جانا، لكن الاختام بتاعتها بتبقى فومكو. دي العكس، دي الدلتا لكن الختم بتاعها معمول نايل فوم. ماشي، طبعا مرتبة محترمة زيها زي المرتبة 45 اللي انا بشتغل بيها، مع ان زي ما قلت لكم كده دي 48 محاسبيني في الفاتورة. طبعا منزل منها انا كمية، الحاجات دي بفضل الله بتنزل لي مخصوص، وبعض ناس ليه؟ عشان خاطر بنشتغل مع عملاء الناس مش هتفرق معاهم، لان الحاجات ديت بتبقى غاليه مش زي السفنجات التانيه والكلام دوت، عشان كده شغلي منها على طول. سوا ديت اللي هي المضغوط، طبعا اللي في السوق بيبقى ناشف، سفنج ناشف اللي هو مثلا 33 و35 والكلام دوت، لكن دوت طري، يعني مش طري، بيبقى عامل زي الكاوتش بياخد ويدي، مش ناشف. طبعا وانا عرفتكم التفكية بتاعته فترة كده بترد على طول، مش زي السفنج التاني لو تتك عليه شوية دقيقة كده ولا كام ثانية تبص تلاقي علام ايدك مطرح ايدك باين، فكده يبقى السفنجة تعبانة. فديت مرشحها بقوة يعني اللي انا هنزل منها شغل، بس هو ساعات بيجي اوقات على بعض شركات ما بتداومش في حته الكثافه بتاعتها، زي بيوتي منزلت منها كام صبه اشتغلت بيها، لكن جت بعد فتره لقيت بقت السفنجه بتاعتها مش قد كده، رحت جاي منعها. وسفنجة الرحمة برضو قعدت فترة نزلت منها شغل، لكن جت في مرة السفنج بتاعها بقى مش قد كده، فبقيت ارفضه وهو عند التاجر. ماشي، مش جيت وانا اشتغلت بيه طلع وحش، لا طبعا بينزل لي، فانا لازما حتى لو هي صناعات انا باخدها وانا مغمض طبعا. لكن هي الفتره اللي فاتت ديت نزلت صبه مش قد كده، لكن ما كنتش شغال بيها اصلا، انا كنت شغال بالسفنجه ديت، لان صناعات مع حاليا ما عندهاش ال 45، عندها الا 40، فديت ان شاء الله هنعتمدوها وهنبقوا شغالين بيها الشغل بتاعنا. الكثافه 45 رجعت تاني لكن بشركه تانيه. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.